تصريحات تاريخية امبارح من يوروسيتش مدرب بيراميدز مع مهيب عبد الهادي. الراجل ده قال على فضيحة بتحصل في نادي الزمالك، وقال عليها قبل كده ابراهيم عادل انه بيتحمس في ماتشات الاهلي عن ماتشات الزمالك. تعالى نسمع بسرعة يوروسيتش قال ايه وعن تفويت نادي بيراميدز لنادي الزمالك. تصل بالمقابلة مع نادي الزمالك، ولكن هذا يعود إلى الكثير من اللاعبين الذين كانوا يلعبون في بيراميدز وكانوا في السابق يلعبون مع الزمالك، وكثيرا أيضا من العاملين وفي الأطقم الفنية كانوا يعملون سابقا في الزمالك. الآن من الصعب جدا أن نلعب ضد الزمالك. ده كان تصريح يوروسيتش امبارح. يعني كرة مروان حمدي اللي كانت في ماتش بيراميدز والزمالك الأخير ما كانتش صدفة، والكرة اللي قدامك بتاعت أوباما دي اللي مش الوحيدة بصراحة. أوباما ده لو بيلعب مع أي فرقة ضد الزمالك لو الجون فاضي ما بيحطش الكوره. مصطفى فتحي اللي ما بيضيعش ضربات جزاء غير ضد الزمالك، ودي كلها بانت واتفضحت امبارح من يوروسيتش اللي قال لك ان الاجهزه الطبيه واللعيبه وناس كتير قوي كانت بتلعب في الزمالك، فلما جاب بيراميدز ما بتاديش بنفس الاداء القوي اللي بتاديه قدام الاهلي. وده السبب الرئيسي ان لعيبه بيراميدز بتلعب بالروح دي وبالاداء دوت قدام الاهلي، وما بتلعبش بنفس الروح والاداء ضد الزمالك. وده تصريح فضيحة جديد، تصريح للقرن، تصريح للناس كلها وبالأخص الزملكاوية اللي بيقعدوا يتكلموا كتير وهم بطولاتهم وكل اللي بيكسبوه يا بيكسبوه بالحكام يا بيكسبوه بالتفويت زي ما يوروسيتش قال لكم كده بالظبط. ألف مبروك يا يوروسيتش، وألف مبروك التصريح الجديد لنادي الزمالك والبطولات الوهمية اللي بيكسبوها والماتشات الوهمية. ما تنساش تعمل لايك وشير ومنشن ومتابعة كمان للصفحة عشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش تعمل منشن لصاحبك الزملكاوي وتوريه بطولاته الوهمية اللي بالعرق على رأي كابتن شيكابالا. وبس كده، سلام.